تشاوميني كان كويس، كان كويس، طلعنا نطبل له شويه وطلعنا نفرح ونزقطط وبتاع، بس خليك منطقي. تشاوميني لعيب ما عندوش ثقه في نفسه، تشاوميني مش لعيب كبير، تشاوميني حتى لو عمل ماتش كويس، حتى لو بيطور من ادائه، حتى لو بيطور من نفسه، تشاوميني لا يصلح ان هو يكون ارتكاز لريال مدريد. معلش تشاوميني هو كان كويس النهارده، وكان بيرمي اسيستات، وكان رؤيته كويسه في الملعب، وبيقطع باصات، وبيتحرك كويس، وواخد راحته عشان قدامه جندوجان وبرناردو سيلفا، عشان كده هو واخد راحته. لكن لو في اتنين نص ملعب قدامه تقال، لو شلت جندوجان وبرناردو سيلفا دول وحطيت مكانهم بدري وكاسادو، بدري، ديونج، جرافنبرخ، ماك اليستر، ما هقول كلام يعني هتشوف تشاوميني عامل ازاي. مش عايزك تفرح قوي لان هو مش توقع جامد مني والله العظيم ولا اي حاجه خالص. انا مش عارف ازاي ما فيش حد كان متوقع، او ناس قليله قوي اللي كانت متوقعه ان ريال مدريد تكسب رايح جاي. انا معاك ان ريال مدريد ما كسبتش السيتي قبل كده في ملعبها. سيتي جوارديولا هش، جوارديولا من غير نص ملعب. فكره مش فكره رودري يعني. مثلا الواد اللي لسه جايبه ده ممكن يكون كويس جدا على فكره، بس انت ما شفتوش يلعب جنبه جوندوجان وبرناردو سيلفا. ما ينفعش يلعبوا في فرقه منتصف جدول في الدوري الانجليزي اصلا. جوندوجان ده شطب من بدري قوي، من اول ما رجع من برشلونه، وانا طلعت اسف على الحوار، وناس كتير قعدت تقول لي انت ما بتفهمش حاجه، جوندوجان ده لعيب جامد. الراجل عنده 35 سنه، خلص. مش بقلل من اداء تشاوميني، تشاوميني كان كويس